السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين الكرام، مرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم جوهرات الصحراء مع فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى أنكم تكونوا كتشاهدوا الفيديو وانتم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وكنشكركم جميعا كيف العادة، كنشكر الناس القدام اللي هما دائما في القناة واللي هما دائما مخلين تعليقهم وكيشجعوني دائما. كنشكرهم بزاف وكنقول لهم الله يجازيكم خير. وكنشكر الناس الجداد اللي هما بحر التحقوا بالقناة وبحر طلعت لهم القناة وعرفوها، ونتمنى انكم دائما تشجعوني ودائما تبارطاجوا القناة مع الأهل ومع الأصحاب ومع العائلة لتعم الفائدة وباش تكبر القناة. ودمتم في أحسن حال، وخلوكم معايا في هذه الوصفة اللي هي عبارة عن البطاطس بهذا الشكل هذا اللي كتجي صراحة رائعة وكتكون سهلة يعني في التحضير والشكل رائع وكيحبوها الكبار والصغار. ونتمنىكم أنكم تشاهدوا الفيديو وتجربوا الوصفة وخلوكم معايا حتى النهاية. نهاية الفيديو، مع أنه الفيديو ما هو طويل قصير ونتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة هذه وتعجبكم وتردوا عليا في تعليقكم كيف العادة. الناس اللي كيجربوا الوصفات وكيردوا عليا، نتمنىكم أنكم تجربوها وتشوفوها. هي سهلة صراحة ورائعة، ونتمنىكم تكونوا دائما بخير وعلى خير. خلوكم معايا في المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة لهون عندنا البطاطس اللي احنا حطيناها في الماء باش نسلقوها. حطيت معاها القليل من الملح، يعني حطيتها في الماء وخليت لها ودرت معاها القليل من الملح. يعني الشكل اللي عندكم ديال البطاطس، يعني من الاحسن كتكون ديك الصغيره هي احسن. انا ما توفرت عندي صغيره بزاف، عندي غير هذا الحجم هذا اللي هو شوي كبير، ما هو صغير. واحسن كتكون ديك الصغيره باش كتجي رائعه. انا حطيت الملح وغادي نحطها تسلق وانتم معايا. من بعد ما تسلقت البطاطس ديالنا حيت لها القشره. بالنسبه اللي بغى يخليها بالقشره راه ماشي مشكل يخليها بقشرتها. حطيت لها شويه من القزبر حبوب يعني مطحون، والقليل من السكجبير والقليل من التحميره، القليل من التحميره. وغادي نخلط الكل، ومن بعد غادي نضيف هنا زيت الزيتون كيف كتشوفوا في الصوره. بالنسبه للمقطع راهو تحدف لي اللي هو بجرت يعني عجنت بها هاد البطاطا، عجنتها بالكاس وحطيت فوق منها القليل من الجبن، يعني الجبن مفروم اي جبن عندك حطيت فوق منها القليل، وحطيت فوق منها ايضا قليل من المعدنوس كيف كتشوفوا في الصوره. وكنحط ايضا خطوط من الزيت كيف تشوفوا في الصوره. صراحه المقطع اللي كنت انا حطيت به درت به هذا الشيء تحدث ما لقيتوش فاش بغيت ندير المونتاج ما لقيتو. المهم هو هذه الطريقه، كان نعجنوها بالكاس، يعني كنحاولوا ان نضغطوا عليها بالكاس حتى تعطينا هذا الشكل هذا، ونحطوا فوق منها الجبن كيف قلت لكم، ونرشوه بالقليل من المعدنوس وخطوط من زيت الزيتون كيف كتشوفوا في الصوره. وهنا من بعد ما درت هذه المرحله يعني كانت سلقت وحطيتها في الطاوه دابا وحضرت لها هذا الشيء، غادي ندخلوها الفرن نرجع معكم في الشكل النهائي ديالها. بالنسبه للشكل النهائي ديالها هو هذا. صراحه راهي كتجي رائعه، وكيف قلت لكم راه كيحبها الكبير قبل من الصغير. ودمتم في احسن حال. وكيف العادة اللي عجبته الوصفة وجربها إن شاء الله بإذن الله يرد علينا في التعاليق كيف العادة. ومن هنا كنقول لكم راني كنشكركم جميعا، وكنتمنى نكون عند حسن الظن، يعني الوصفات اللي كنحط معكم يعني كيعجبوكم، هذا هو أهم شيء. وكتستافدوا منهم. كنتمنى أنكم تكونوا كتستافدوا من الوصفات اللي كنحط. ودمتم في أحسن حال، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله ووصفة جديدة بإذن الله. وما تنساو اللي وصل حتى لهنا ما ينسى انه يخلي اللايك هو كيخلي الفيديو انه يشوفوه ناس اكثر. هذا هو يعني هذه الاستفاده. وبالنسبه للقناه ما كنستافدوا منها والو الا ان والفناها وتمنينا ان نبقاو دائما معكم، ونبقاو دائما نشاركوا معكم يعني وصفاتنا اللي كنديروا البسيطه.
كيف العادة والسهلة، يعني المكونات دائما يعودوا عندك في البيت. وهذا هو كل شيء، وكنتمنى لكم تكونوا في أحسن حال إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في أحسن حال، وأستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوا الاشتراك والتعليق واللي ما هم مشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، وبارطاجوا القناة مع الأهل والأحبة لتعم الفائدة. ومع السلامة.